سورة مكية، بل هي من أوائل التنزيل. السورة التي قال بعض العلماء عنها أنها سورة المنة والنصرة. امتن الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في بداية بعثته بمنن، وذكره بأعطيات، وأوصاه بوصايا، ووعده بمواعيد. هذه السورة يذكر بعض أهل العلم أنها نزلت وكان سبب نزولها أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقوم الليل بالقرآن الذي ينزل، وكان كفار مكة يختفون في ظلمة الليل عند بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى القرآن. هم كفار، هم معاندين، هم من وقف ندا وضدا للدعوة، ولكن القرآن أعلاه مغدق وأسفله مورق، يعلو ولا يعلى عليه. فلما أن انقطع قيامه عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل في بعض الروايات 3 أيام بسبب مرضه، وقيل بسبب انقطاع الوحي 3 أيام، وكفار مكة أحبوا وأدمنوا سماع القرآن وهم لا زالوا يعاندون ويشركون. فقالت أم جميل بنت حرب زوجة عمه عبد العزى المكنى بأبي لهب أو ملقب، قالت قلاه ربه أو قلاه شيطانه الذي يأتيه. ما الذي أدراكم أنه قلاه؟ قالوا لأنه لا يقوم الليل، لا يقوم الليل. وبعض الروايات تقول أن الحبيب 6 أشهر ما نزل عليه القرآن، وهي فترة فتور الوحي. وفترة فتور الوحي تربية للحبيب صلى الله عليه وسلم، تشويق له صلى الله عليه وسلم، والدنيا مبنية على الفتور. البعض منا يريد الدنيا لا يعكر فيها صفوه، ولا يكدر فيها خاطره، ولا تدمع فيه عينه. الرقم غلط، الله يجزاك خير. هذه الدنيا طبعت على كدر، لا بد أن تبكي فيها، وأن تحتاج فيها، وأن تظلم فيها، وأن تهضم فيها، وأن يضيق صدرك ولا ينطلق لسانك، وأن لا ينشرح صدرك، حتى تبقى الجنة هي دار السعادة الأبدي. ولذلك الله جل وعلا يربي نبيه لما قال كفار مكة إن الله أو من ينزل عليه القرآن ودعه، أي تركه، أي أبعده، أي أنه تركه وقلاه، أي أبغضه. أنزل الله عزاء لقلب الحبيب سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهنا وقفة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات 3 أيام وشعر بالحزن لانقطاع الوحي. كم انقطع الوحي عنك؟ أنت كم من ليلة لم تقرأ من القرآن 3 أجزاء أو 5 أو 6؟ الوحي لن ينزل عليك، الوحي بين يديك، هذه رسائل الله، هذا كتاب الله. كيف يحزن الحبيب بعد 3 أيام لعدم نزول الوحي؟ وبعضنا من بعد رمضان الماضي ما ختم القرآن إلى الآن بعد رمضان ولا ختمه. ما حزنت أن الله ودعك، أن الله تركك، أن الله قلاك أي أبغضك، أنك هجرت قرآنه فهجرك، أنك ما اتصلت به فقطعك؟ ولذلك قيام الليل وتلاوة القرآن دأب الصالحين، غذاء الأرواح، جنة القلوب، ربيع الصدور. اللي ما عنده خفايا في جوف الليل إذا سجى وركيعات في الضحى فقل عليه السلام. سميت صلاة الضحى صلاة الأوابين، وصلاة الأولياء الأنتقياء الأنقياء الأخفياء، حط تحتها 1000 خط بين قوسين، الأخفياء، هي في الليل إذا اشتدت ظلمته اختفوا بالقرآن فيه يتلونه. ولذلك بعض الصالحين لا يستطيع أن يقوم في نهار أو في صباح ذاك اليوم، لا يستطيع أن يقوم بأعباء الدعوة في صباح اليوم. لما؟ اليوم التالي لا يستطيع أن يقوم بأعباء الدعوة إذا لم يكن قد قام الليل بالقرآن. نعود إلى سورة الضحى. وقبل أن أدخل في سورة الضحى هنا لطيفة جميلة. السورة التي سبقت الضحى سورة الليل، وتلاحظون الله في سورة الليل يقول والليل إذا يغشى، ثم ذكر النهار والنهار إذا تجلى. في سورة الضحى بدأ بالضحى النهار، ولذلك يقال سلطان النهار الضحى، سلطان قوته. بل وأبرك ساعة في النهار ساعة الضحى من طلوع الشمس قيد الرمح إلى قبيل صلاة أو قبيل أذان صلاة الظهر. هذا سلطان النهار. سلطان النهار فيه سويعات، من صلاها سميت صلاته صلاة الأوابين، التائبين، المنكسرين، العباد الذين لم ينشغلوا بكسب دنياهم عن أخراهم. ولذلك الموظف، ترى بعض حتى المتقاعدين بعضهم ما يصليها، الله يحسن عزاه، ما أدري وش عندك، ما أدري ما الذي يشغلك. بعض الموظفين قد ينشغل، مع أنه لا يسوغ أن ينشغل الإنسان ولو كان موظفا، لأنها وقود يوصلك لليل. ثم تأتي قيام الليل
وقود يوصلك إلى النهار. أعود لسورة الليل. لماذا قدم الله الليل في سورة الليل وقدم النهار وسلطانه الضحى في سورة الضحى؟ لأمرين. قيل لأن سورة الليل إذا يغشى نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، الذي قال الله عنه في آخر السورة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ثم قال: ولسوف يرضى. هذا لأبي بكر. لكن قدم الليل قبل النهار، قالوا لأنه لا يوجد مخلوق قبل دين الإسلام أسلم إلا وله قبل الإسلام ظلمة الشرك قد مر عليها. دعا غير الله، توسل بغير الله، تلوثت فطرته، إلا خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فإنه ضحى وحياته نور، ما تلوثت بالشرك، بقي على الفطرة حتى بعث، بل سلم الله أذنه أن تسمع للخنا والغنى، وضرب الله عليه السنة والنوم حتى لا يسمع الغنى. عندما هم يوما وهو يرعى الغنم أن يذهب يحضر له قريش في زواج رجل من قريش، فنام في الشعب وما أيقظه إلا شمس الضحى، ما مر عليه أي تلوث في الفطرة. لذا ابتدأ الله بالسورة الخاصة به العزاء له بالضحى، لأن حياته نور. أما الشم والليل فلأن كل أحد مر بالليل قبل ذلك. ثانيا، امتدح الله في سورة الليل إذا يغشى صديق الأمة. فماذا تريد أن يقول لقائد الأمة الذي ما دخل الصديق الإسلام إلا بعد أن صدق بنبوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك عندما قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ثم أعلن الله أن أبا بكر سيرضى، أتبعها ضحى القلوب، هدي خير الورى عليه الصلاة والسلام. قال الله: ولسوف ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ولذلك جعل الله له الرضا، قال: ولسوف ترضى، لأنه أرضى قبله من آمن على يده. هذه لطيفة جميلة ذكرها بعض المفسرين. أعود إلى سورة الضحى. عندما ظن كفار مكة أن الله قال محمدا عليه الصلاة والسلام أبغضه، وأنه ودعه أي تركه وهجره، يأتي الله جل وعلا ليربي القلوب على أنها تتعلق به في ساعة الرضا والعطاء وفي ساعة التوقف. كم مرة في حياتي وحياتك مر فيها حزن؟ كم مرة مر فيها فراق؟ كم ودعت من غالي؟ كم راح من مال؟ كم دخل بدنك من مرض؟ كم هذا الأخذ منك إذا احتسبته كان دليل على حب الله لك، لأن الله أخذ من نبيه أشياء وأعطاه. وجده أو يتيما، وتصور في يتم الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يرى والده، ومات وأمه وهو ابن 6 سنوات، عامين يكفله جده ويموت، وينتقل بعد ذلك إلى كفالة عمه، وعمه ذو عيال وذو فقر، ومع ذلك يعطيه ويأخذ منه. وهذه هي الدنيا، ما تصفو مشاربها، واللي يبغى فوق الأرض تصفو مشاربها. الرقم غلط كما قلت، والمكان خطأ. أنت هنا دار ابتلاء. ولذلك الحبيب كان أهم ما يحزنه أن الوحي انقطع. وبعضنا يا أحبابي الوحي منقطع عن قلبه من سنين، حتى أنه يقرأ القرآن ولا يتدبر. يسمع الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله، هذا دليل على التدبر. ما أعظم سورة؟ الفاتحة. أعظم دعاء؟ الفاتحة. أعظم نداء؟ الفاتحة. كم مرة بكيت في قراءة الفاتحة؟ كم مرة دمعت عينك وأنت تتلو سورة الفاتحة؟ لأنك تطلب الله الهداية، وتخاف من طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم، تخاف أن تزل قدمك بعد ثبوتها، تخشى أن الله رب الرحمن الرحيم ينشرح صدرك. اقرأ لي بعدها: مالك يوم الدين، يوم ستدان فيه بما عملت. هل أنت آمن في ذاك اليوم أم أن بعضنا الأمر لا يعني؟ لذلك أحبابي أعود فأقول: حبيبنا استوحش، حزن لمقالة أعدائه أن الله قلاه، فأرسل الله له وأوحى إليه قرآنا يحيي القلوب. وهنا لفتة، يقول بعض المفسرين: تراهم قالوا لرسول الله أن الله قلاه وودعه لأنهم هم مشتاقين للقرآن، لما سمعوه اطمأنت قلوبهم. ولذلك الوليد بن المغيرة عندما قرأ عليه الحبيب بداية سورة الجاثية: فارتقب يوم تأتي السماء، والآية التي بعدها الآية فإن أعرضوا، الآية التهديد، فوضع يده على فم الحبيب يقول: أسألك الله والنسب، يعني الرحم والنسب أنا داخلا عليك دخيل،
فكني من الدعاء الذي قد يحل علي، أن ينزل علي من السماء سخط. طيب أنت غير مؤمن بالقرآن، يعلم أنه حق، يعلم أنه حق. ولذلك كان اللي يتجمهرون حول غرفة بيت الحبيب يسمعون القرآن كانوا في شوق للقرآن. قال الله مقسما بجزء من النهار، وقلنا هذا الجزء غالي، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه. أقسم بالنهار والنهار إذا تجلى، وأقسم في نصرة الحبيب بجزء من النهار وهو الضحى. وكان الحبيب يحب هذه الصلاة، ويقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عندما تشتد الشمس، مع أن شمس الضحى شمس مفيدة. حتى الأطباء يقولون أكبر مخزن أو أكبر ما ينفع الإنسان في فيتامين د ليتحرك من تحت الجلد هي ساعة الضحى. ساعات ارتفاع الشمس في الشتاء 9:30 تبدأ الساعة، يبدأ الشمس المفيدة للبدن. خلونا من الصحة، تحدث عن صحة القلب، أن تكون قد نصبت قدميك في هذا الوقت لله. والصحيح أن أقل صلاة الضحى ركعتين، والراجح أنه لا أكثر لها. تستطيع تصلي ركعتين، 4 6 8 10 12 14، وإن كان بعض أهل العلم قال أن صلاة الضحى لا يزاد عن 8 ركعات. أنزل الله جل وعلا سورة الضحى فأقسم بهذا الجزء من النهار، والضحى والليل إذا سجى. وقبل ذلك الضحى وقت للانشغال، نعم، ولا يلام الإنسان في الضحى أن يشتغل في كسب رزقه، ولا يلام، لكن يلام أن ينشغل في الوقت كله بالدنيا دون الآخرة. ولذلك ذكرى لمن مر عليه الضحى اركع ركعتين. ولذلك جعل الله صلاة الضحى فاتورة العافية، فإن لكل عبد منا عافية إذا تحركت فيك السلامة وهي العظام والمفاصل، فإن لكل مفصل تحرك له فاتورة شكر. كما قال الحبيب يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، الحديث. ثم قال ويجزئ عنها ذلك كله ركعتين يركعهما أو ركعتان يركعهما من الضحى. ولذلك إذا حرك الله بدنك وشل غيرك وقمت غيرك ما استطاع أن يقوم، وركعت غيرك من حنى ظهره، وسجدت غيرك أمنيته أن يضع الجبهة على الأرض، فاركع ركعتين لكي تحمد الله على ما حرك في بدنك وسكن في بدن غيرك. إذن والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا غطى الكون، سجى غطى، وقيل سجى أظلم. ودائما أيها الأحباب الليل يكون لباس، كما يغطي الإنسان بدنه الليل لباس، جعل الليل لباسا يستر به النهار ويبعد سلطان الشمس ويغطي الكون بالسكون في هذه الساعة. اللي كان في الضحى تعبان يبغى يرتاح في الليل، ولا لا؟ الذي كان في الضحى كثير التعب والنصب إذا جاء الليل يبغى يريد النوم. لكن الأوابين اللي صلوا الضحى قانتين في الليل، قانتين في الليل، تتقلب أبدانهم على فرشهم. أمن هو قانت آناء الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويستغفرون متى؟ وبالأسحار. الأسحار ظلمة الليل، آخر الثلث الأخير عندما يشتد الليل لينفجر بعده الفجر. هنا والليل إذا سجى. أقسم الله بوقتين لا يكون قائما في الصلاة فيها إلا الأتقياء الأنقياء، الله يجعلني وإياكم منهم. ولذلك تلاحظون الغفلة عند كثير، لصلاة الضحى غفلة ولقيام الليل غفلة. إذا غفلت في هذين الوقتين فقد حرمت حرمانا، عز نفسك فيه وعد إلى هذين الوقتين، فإنها من الأوقات التي يحبها الله، وأوحى إلى نبيه أن يكون حتى يبقى قويا. حتى الحرب النفسية، في حرب نفسية أتت على الرسول، قلاك، ودعك، طردك، أبغضك، أقسم الله له بأنه ما ودعه وما قلاه، وأعلن الله الحب لنبيه وأعلن النصرة لنبيه. ولذلك هذه السورة سورة المنة وسورة النصرة. منة عليك، وجدك يتيم عائل، ثم بعد ذلك أعطاه عطاء عظيم سنذكره بعد قليل. طيب بعد ذلك قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ما أبعدك، ما قلى ما أبغضك. هذا رد على كفار مكة الذين زعموا أن الوحي عندما انقطع أن ذلك دليل البغض والقلى والبغض والهجر. أحبابي، كم نحن بحاجة إلى من نحبه أن نخبره بأننا نحبه. هذه فائدة عاجلة. ترى بعضنا على الصامت العمر كله، يحب أمه بس ما عمره جلعت عند رجالاته، إذا هنا يقول أحبك. يحب أبناءه
وعمره ما قال لابنه الذي في المراهقة إني أحبك. يحب زميلا له في العمل كما قال الصحابي يا رسول الله إني أحب فلانا، قال هل أخبرته؟ قال لا، قال قم، فانطلق خلفه وأخبره. إن إعلان الحب يجعل النفس تطمئن والصدر ينشرح. ولذلك بعد سورة الضحى أتت سورة ألم نشرح اللي وقفنا معها، ألم نشرح لك صدرك، لما طمأنه أنه ما قلاه وما أبغضه وما طرده. الحبيب عندما أتت عائشة تبكي في قصة أم زرع حديث البخاري، وقالت إن أبا زرع كان يحب أم زرع فطلقها، أقدار الحياة، فبكت لماذا؟ خوفا من مصير أم زرع. نعم، وترى بعضنا فعلا هي عائشة له 30 سنة معها ولا زالت غير مطمئنة. كل ما لبست ثوب جديد وغترة بيضاء قالت وينك رايح، وكل ما تطيب وين بتروح، وإذا برن الجوال من قال لك، من كلمك، من، لأنها قلقة. لو ربط على قلبها الحبيب ماذا قال العل لأمنا؟ قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلق وأنا لا أطلق، ما إني لا أطلق. هذا إعلام محبة أم لا؟ عندما دخلت فاطمة عليه صلى الله عليه وسلم وكانت بجواره عائشة، وتقول فاطمة يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، يعني أن نشوفك مايل مع عائشة، وهو غير صحيح. لكن الصحابة إذا كانت ليلة عائشة أتوا بالهدايا والطعام واجتمعوا عند الرسول في الليل، ماذا أصنع فيكم؟ يدورون الليلة التي يكون الحبيب فيها منشرح الصدر فيلتقون عنده. فابتسم الحبيب في وجه فاطمة، وفاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، قال يا فاطمة أتحبينني؟ لاحظ حتى استنطاق. ممكن تقول لولدك تحبني أنت، وش يقول الولد؟ جعلي يفداك، أحبك والله لو أقلع ذي وأحطها في ذا الله يجعلني فداك يا أبوي. كلمة تجدد فيها البر جميلة. هل تحبينني؟ قالت نعم يا رسول يا أبي. قال إذن أحبي هذه. شوف إيش السؤال، كان استحبيني، ترى حبي من حب عائشة، إن أحببت عائشة تراك صدقت في حبي. فقامت ما في حيلة، خلاص ذهبت إلى نسائه فقالت القصة، فتوقف بعض غيرتهن أمهاتنا رضي الله عنهن وأرضاهن. إذن ما ودعك ربك وما قلى، طمأنة. ما تركنا الوحي وفتر الوحي لأنني أقليك أي أبغضك ولا أهجرك، ما ودعك أي هجرك، وما قلاك ما أبغضك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا الجواب. ثم قال له وللآخرة خير لك من الأولى. عجيب، يقول الله لنبيه مطمئنا له أن كل يوم يمر عليك يا محمد سيكون اليوم الذي بعده أفضل منه. وفي قول الحق وللآخرة خير لك من الأولى فيها معاني في التفسير، منها أن الآخرة يعني الدار الآخرة خير من الدنيا، هذا معنى صحيح. لكن أجمل معنى وأشمل معنى الآخرة اليوم المتأخر، يعني أنت اليوم يقلونك ويضحكون ويسخرون ويقولون إن الله أبغضك وأبعدك. أبشرك يا محمد أن هذا لن يكون، وأن كل يوم في دينك سيكون اليوم الذي بعده أجمل منه. يا سلام، طمأنينة، كل يوم بكرة هزين منه، إذن سيكون منشرح الصدر الواحد ولا لا؟ وش اللي يخوفنا الحين؟ نصير بكرة هشيم من اليوم، صحيح؟ وبعضنا يقول والله أنا اليوم مبسوط، لكن والله ما أدري عن الليالي بكرة وش بيجي فيها. ينظر إلى ابنه يقول والله الحين هو صغير وشحليله، لكن والله التالين يخوفوني يا شيخ. المال عندي لكن بدخل تجارة، لكني لا أدري هل يعود رأس مالي ولا يغادر بغير رجعة. الدنيا مبناها على الخوف غالبا عند من لم يطمئن لأنه لا يعرف الله. الله ربط على قلب نبيه عندما أعلن أنه نصرته وحبه وللآخرة خير لك من الأولى، أي أن ما أعدك به في الآخرة خير، وقد اصطفيتك هنا ولن يكون للكافر عليك سبيلا. ولو ذقت في بداية الدعوة آلاما فإن الآمال تعقبها، وإن ابتليت في بداية الدعوة بالمحن فإن المنح ستعقبها. ولذلك أحبابي 13 سنة أسس التوحيد، 9 سنوات عاد فاتحا مكة، بنى دولة الإسلام صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي غزوة الخندق عندما أتى الريح وقلب القدور وذهب الأحزاب كل العرب المجتمعين وهربوا، وقف الحبيب على شفير الخندق فقال اليوم نغزوهم ولا يغزون. خلاص انتهى، ما لمكة شوكة بعد اليوم ولا لمشرك شوكة، نحن الإسلام على ولا يعلى عليه. ما أجمل هذا أحبابي. والمؤمن الواثق بربه بكرة أفضل،
أنا أقولها للجميع، والله هم بكرة أزين من اليوم. لماذا؟ لأن العاقبة بيد من؟ ولله عاقبة الأمور. ولذلك البعض منا يعتقد نقص مال، ارتفع سعر. يا أخي أنت عبد وأنتم عيال الله، الخلق عيال الله، الله يربيهم، هذا حديث صحيح. الله يربينا، رب العالمين. رب العالمين يضيع من يربي جل وعلا. يا أخي ما ضيعنا في أرحام أمهاتنا، ما ضيعنا 9 أشهر ونحن في أرحام أمهاتنا. أيضيعنا ونحن ندب على الأرض وهو ينادي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن المأساة أن البهائم العجماوات تتوكل وتسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير سبحانه. ولذلك عندما قال ما ودعك ربك وما قلى اطمئن، خذ العطية الثانية، وللآخرة خير لك من الأولى. ودائما اللي دائما مطمئن ما يقلق ما يزجع، يقال أن رجلين رجال في الطائرة وقال الطيار أن الطيران الآن سيكون منخفض رأسي، وأن توقف أحد المحركات والمحرك الثاني على وشك يتوقف والهلاك وارد ونحن على بحر، وبدأ يخوفهم. طيب لو كنت معهم في الطيارة وش علومك؟ الطيارة بتطيح، لو صرخت هل ستوقف سقوطها؟ أبدا، ولا هي ولو مزقت ثوبك هي طايحة الله يحفظ، إلا أن الله يحفظها. يقول كان بجواره كبير سن وجهه نور، بدأ يهلل أشهد أن لا، ويقولها بتؤدة بطمأنينة، واللي جنبه يولول ويبكي ومزق ثوبه. العجيب وصلت الطائرة سليمة، نزلت ما جاءهم إلا العافية. فالتفت الراكب قال يا أخي الحبيب كيف أنت يا أخي ماسك أعصابك؟ قال أنت بتموت وتروح لربك فالتن أعصابك، أنا بروح ربي ماسك أعصابي وذاكر ربي آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله. هل الجزع يغير في المقدور شيء؟ الجزع يغير شيء يا شيخ؟ أنت الآن عند غرفة الموت، ثلاجة الموت، أو داخل الغرفة والدة أو والد مات، اضرب رأسك في الجدار، تقوم أمك، شق ثوبك، يقوم والدك؟ أبدا، افعل ما تشاء، في النهاية القضاء نزل، ليس لك إلا الرضا. لذا طيب هل هناك خير من موت ابني؟ أي في خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني يموت أبوي ويموت ولدي وخير، يجب أن أحمد الله عليه، نعم، لأن الآخرة خير من الدنيا للمؤمن. دائما يحترق تجارتك، كم واحد عنده مال راح، سيارة راحت، قدمين قطعت، صحة رحلت، أبناء هلكوا، وظيفة فصل، كادته الليل والنهار، البشر كادوه وفصلوه ويمكن سجن بتهمة ملفقة عليه. نقول له والله إن غدا أجمل من اليوم. لكن ما هو علاقتك بمالك الليل والنهار؟ ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. إذن وللآخرة خير لك من الأولى. ثم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما أجملها يا شيخ يا محمد. هذا العطاء وهو الوحي، هو أعظم ما أعطاه التوحيد، ثم الوحي عندما نزلت اقرأ، ثم قم فأنذر، ثم الضحى، يا أيها المزمل قبلها، عندما أنزل عليه الوحي واصطفاه اصطفاء عظيم. والله ما ولدت أنثى بأخير من محمد عليه الصلاة والسلام، وما وطئ الثرى بأشرف منه. هذا الاصطفاء يا محمد، ولا زلت سأعطيك، ولسوف، اللام للتأكيد، ولسوف، وسوف للقريب والبعيد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هنا وقفة. الله، لاحظوا الوقفة الجميلة هذه، ذكرها بعض المفسرين، قالوا لو أن الله أوكل إليك أنت أن تعطي نفسك من خزائن الآخرة والدنيا، يقول خذ يا عبدي ما تشاء، لن تبلغ ذرة فيما سيعطيك لو أوكلت الأمر إليه. يعني لو أقول لك الحين وش تبي؟ أبي سيارة، يمكن تموت في السيارة هذه ولا لا؟ يمكن تشتريها ونعطيها لك 300 مليون وتصير قبرك. ولذلك قد تختار شيء من العطية يؤذيك، ولذلك فوض الأمر إلى الله. ولسوف يعطيك ربك، واللي يربي يعطيه والله ما يشقيه، وإذا أعطاه والله يرضيه. وبعض العطايا ما نرضى. تصور الآن أنا لو عندي أبناء واعطي واحد 100 مليون، أنا ما أعرف حتى أكتبها بالقلم لكنها كثيرة، 100 مليون، وعندي الابن الثاني أعطيته 200 أو لا 100 أو 10 مليون، وش يقول اللي أعطيته 100 مليون؟ يا الظلم يا أبوي، حسبي الله ونعم الوكيل، والله إنك ظالم،
ما ينظر لل100 مليون، خلاص 10 هذه اللي زادت عند أخوه تفقده لذة 100 التي عنده، ولا لا؟ ما يرضى. وبشركم ما حد راضي. ولذلك أرض الله ليرضى عنكم ويرضي عنكم. ولذلك قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أيها الأحباب من أعظم البشائر التي أعطيها محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله سيعطيه. ما الذي سيعطيه؟ تذكرون في سورة الكوثر ماذا قلنا؟ إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ النهر. وقلنا أن المعنى الأعلى منه النهر أن الكوثر هو الخير الكثير، ليس الكوثر فقط النهر. أعطاه النهر، أعطاه أول داخل للجنة، هو أعطاه الشفاعة، أعطاه اللواء، أعطاه القرآن، أعطاه دينا هيمن على الأديان قبلها، أعطاه القرآن وهو خير الكتب وخاتمها، اصطفاه فصار سيد ولد آدم. حطايا ربي لنبيه كثيرة. ولذلك يذكره الله. لماذا؟ لأن آخر السورة سيقول وأما بنعمة ربك فحدث. وسيبقى الإنسان سعيدا ما كان يحدث. أحبابي أنا سأسألك، الله يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، مع أنه أعطاه قبل ذلك. قال ألم يجدك يتيما، أعطاه الأدلة أمثلة بس. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طيب لماذا هذا الذي أعطاك لا زال يعطيك ويؤويك؟ لماذا لما قال كفار مكة كلمتين حزنت؟ وهنا وقفة. بعضنا يا أحبابي سعيد لكن يقول والله أنا واحد قال فيني كلمة ويضيق صدره. كم مرة كنت في قمة السعادة ولأن حاسدا أو مبغضا أو شانئا أو مغتابا قال فيك كلمة، أو جاك نمام قال يا شيخ أنت تجلس في المستراحة هذه، أنت تجالس القوم الذين في المخيم هذا. يا أخي أمس يوم غبت ما جيت يقولون أنك خبل يعني قليل العقل، وأنك ما تحسن التدبير. هو كريم يعطيهم ويعشيهم جزاه الله خير، وكل ليلة يعطيهم مندي. قال والله ابن حلال هذا. وابن حلال وصفة جميلة لأن ضدها ابن حرام، فابن حلال أزين يا شيخ من الثاني، لكنهم يقصدون بها إهانته والسخرية به. أنت الآن قاعد تشتغل لك أسبوعين 3 وأنت تكرمهم، فقالوا فيك هذه الكلمة هذه ماذا تفعل في فرحتك بإعطائهم 3 أسابيع؟ تطفئها ولا ما تطفئها؟ طيب أنت كنت تفعل ذلك لماذا؟ والله لا ينطفئ من قلوبنا من الفرح إلا على مستوى نقص إخلاصنا ومعرفتنا بربنا. اللي واثق بالله ما يخزيه قول الناس ولو اجتمعوا كلهم. وهذه وصية لكم أحبابي، إذا صح من الله، إذا صح منك العمل وصح القصد وكنت صادقا فلا تلتفت على لمادح ولا لشانه. تعرفون ميزان الإخلاص؟ أجمل ميزان عشان تعرف أنت مخلص ولا لا. المخلص من هو؟ هو الذي لا يزيد في العمل إذا مدح ولا يتوقف إذا شتم. وكم واحد قال له هذا اللي كان يعشيهم 3 أسابيع، يوم جن نمام القتات وقال يقولون لك ابن حلال صحيح ناكل فلوسك وانت وش قال؟ اشرها على اللي يعشيهم لو تراب بعد اليوم. خلاص ما كان مخلصا أصلا، كان يريد ثناءهم، فلما علم أنهم لا يثنون توقف. وبعضنا إذا قيل لا العكس، قال يا شيخ تدري ماذا يقولون؟ يقولون أنت ديمة من الخير، أنت سيل من العطاء، ما علمنا بأكرم منك. قال والله نقلبها من التيوس للخرفان. خلاص الرجال صار يعطي ليه؟ للثناء. إذا أنت غير مخلص. أنت الثناء يخليك تشتغل، أنت هاتف عملة حط ريال يشتغل، أنت الثناء يجعلك تعمل، والشتم أو الشنآن يجعلك تتوقف. إذا راجع الإخلاص في قلبك. وأقسم الله لنبيه أنه لا يقليه وسيعطيه حتى يرضيه، وأن الآخرة خيرا له من الدنيا وهي له ولكل أمته ممن حملوا في قلوبهم أو سمعوا من الشانئين. ودائما يا أحبابي أيها الناجحون، يا ناجح، ترى الراسب الفاشل الحاقد يبغض قيامك، فلا يقعدك بكلامه ولا شتمه ولا تطاوله عليك. التفت، لا خلك قدام. ولهذا يقولون إن الغزال أسرع من الأسد 4 مرات، وإذا انطلق الأسد يبي يصيد الغزال يصيدها. طيب كيف وهي أسرع منها 4 مرات؟ قالوا لأنها تلفت كثير، الله يحسن عزاها في نفسها، تلفت كثير ووصلها الأسد. وأنت أيها الناجح لا تتلفت كثيرا. إذا صح منك الود فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تصفو والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وهذا اللي يجعلك تندفع. والله إن الآخرة خير لك من الدنيا أو من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه كثير وأعطاه الدين، ثم قال ألم يجدك يتيما فآوى. تقرير، استفهام تقريري. بلى يا رب
أحبابي، ما رأيك تجلس مع نفسك في غرفة لا يسمعك أحد وتسأل نفسك: أعطاني الصحة وغيري مريض، أعطاني الغنى وغيري فقير، أعطاني العافية، أعطاني الإسلام وغيري كافر، ثم احمد الله على هذه النعم. حبيبنا كان يتيما كما قلت، واليتيم من فقد والده، ومن فقد والده ووالدته كما الحبيب سمي في لغة العرب لطيم، كأن الدنيا لطمته، لطيم ويتيم. ألم يجدك يتيما فآوى رعاك، وجدك يتيم خرجت للدنيا ولا أب لك، كفلك جدك مع أمك، تموت أمك في طريق السفر فينقل من الحاضنة أيمن عليها رضوان الله فيكون عند جده، يموت جده ينتقل بعد ذلك إلى عمه، ثم يطلب الرزق ويرعى الغنم ويأكل من كسب يده، عليه صلاة ربي صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. ألم يجدك يتيما، كأن الله يقول في ساعة ضعفك وانفراط العقد عنك وعدم وجود معين لك ويتيم وما حد يحب اليتيم، ترضعك حليمة، وحليمة السعدية من بني سعد. حليمة أحبابي أرضعته مع أنها لا تريده في بداية الأمر، ما تريده، أمه وجد مشغول وأب ميت، من الذي سيعطيها العطايا؟ يتيم آواه الله، في رضاعه آواه الله. من منكم يريد جائزة على الشيخ مهدي الله يحفظه ترى مهب علي ويعطيني من أرضع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أرضع الحبيب صلى الله عليه وسلم 4 نساء وقيل 5، طبعا كلنا حافظين حليمة السعدية، ونعلم مع حليمة أمه أرضعته أمه وأرضعته حليمة. من الذي أرضعته أيضا؟ في 2 باقي 2 مولاة أب صحيح. من هي؟ أول حرف من اسمها ثويبة، إيه أنا جبتها كلها ثويبة. طيب الثانية من هي؟ أم مسروح، ولذلك مسروح ابن أم مسروح أخوه من الرضاعة، وأبو سلمة الذي تزوج الحبيب امرأته بعد موته أخوه من الرضاعة، وحمزة ابن عبد المطلب عمه وأخوه من الرضاعة، وعبد الله بن الحارث السعدي أخوه من الرضاعة، الشيماء بنت حارث السعدي أخته من الرضاعة، أنيسة بنت الحارث السعدي أخته من الرضاعة. معرفة سيرته هذا يتمه، ارضعوه في زمن الرضاعة، ودائما الرضاعة اليتيم يتنقل، إذا مرضت أمه يتنقل. ألم يجدك يتيما فآوى، ثم بعد ذلك هذا الذكرى. ودائما إذا أردت أن تعرف نعم الله فاذكر النعم السالفة لتعلم بها اللاحقة، وأن الذي أعطاك في سالف الأمر دون سؤال لن يضيعك وأنت تسأل. يا أخي أعطاك الإسلام وأنت ما طلبته، ولدت فط على الفطرة، ما يدخلك النار وأن تسأل الله الجنة، لكن خلك عبد صادق، وإلا فإن الله جل وعلا لو علمنا ما عنده من النعيم ما ظن أحد أنه سيدخل عذابه. لكن خلك بين الرجاء وبين الخوف حتى لا تقنط في خوفك ولا ترجو وتتكئ على رجائك عند رجائك. بعد ذلك قال: ووجدك ضالا فهدى. هل المراد أن الحبيب كان في ضلالة قبل الإسلام؟ الضلال ما هو؟ له معان عديدة عند كثير من أهل العلم. الضلال من معاني الضلال عدم الوصول إلى الحق، وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة، ولذلك لا يجوز أن يقول الإنسان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ضالا، أي أنه كان يعبد غير الله أو أنه لوث بالشرك، إنما ضال عن الوحي وشريعة الإسلام والدين الذي يرضي الله، فهداك الله لكي تكون نبيه.